السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم في هذا الفيديو هذا جيت نصاوب معكم الكيكه ديال التفاح غير في المقله بلا فران. شوفوا لي البنات كي كتجي، شوفوا علويا وكتجي معسله ما شاء الله. تبعوا معايا الطريقه حتى الاخير باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو بالمقادير على بركه الله. كنحتاجو تفاحه وحده وبيضه وحده، كنحتاجو خماره اونس ديال بيكين باودر، فاني، كنحتاجو نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الزيت، ونص كاس ديال الحليب، وجوج كيسان ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق كل وحده على حسب الدقيق ديالها وعلى حسب البيض عاوتاني، كاين البيض اللي كيكون كبير وكاين البيض اللي كيكون صغير. نبداو على بركه الله. كناخذوا بول ولا بانيو، كنديروا فيه قبصه ديال الملح، كنزيدوا عليه البيضه ديالنا، بيضه وحده، ونزيدوا عليها سنيده، نص كاس ديال السنيده بحال الكيكه عاديه. كنضربوا المقادير مزيان. بالنسبه للبنات راني انا نسيت الفاني، حتى عاد زدتو، نتوما زيدوه في الاول. كنضربوا البيض مع السنيده حتى كنحسوا بديك السنيده دابت وكيتبدل اللون ديالو بحال هذا الشكل هذا. كنزيدوا الزيت، نص كاس ديال الزيت، ونضربو تاني، نخويو الزيت ونضربو حتى يتجانس لينا القوام. كنتمنى تجربوها يا البنات، تبارك الله ما شاء الله كتجي زوينه ورطبه، وواحد الريحه كتطلع منها واعره. بالنسبه للفاني ديالو في الاول انا نسيتو، دابا عاد تفكرت ودرتو. كنخلطوا المقادير ديالنا مزيان، من بعد كنزيدو نص كاس ديال الحليب. شوفوا القوام كي ولا مائل للبيوضه. كنزيدو نص كاس ديال الحليب اللي كيكون بدرجه حراره المطبخ. كنخلطوا المقادير ديالنا مزيان. بالنسبه للبنات اللي وصلت حتى لهنا كنتمنى تحط لي البصمه وتكتب شي تعليق زوين بحالكم، واللي ما مشتركينش كنتمنى يشتركوا معايا ويدعموني. بعد ما كنخلط الحليب مع المقادير الاخرين كندير الطحين البنات ضروري خصكم تغربلوه، هذه ديما كنوصي عليها. الطحين ضروري خصو يتغربل، منها باش تجيكم الكيكه مهويه، ومنها باش ما تلقاوش فيه شي حاجه. كنديروا خماره ونص ديال بيكين باودر. هاد الكيكه يا البنات كتجي رائعه. هاد الكيكه على حسب دوك الطالبات اللي كيمشيو يقراو بعد على والديهم كيبغيو مره يديروا شي حاجه هكا حلوه. ماشي كلشي كيكون عنده الفران. مقله والبوطه، ها انت وجدتي كيكه غادي ديري بها كسكروت ديالك ولا الفطور ديالك. المهم غادي نخلطوا الطحين مزيان. كنديروا الكاس الاول والكاس الثاني نبقاو نديروه دفعات، حيت على حسب البيض ملي كيكون كبير كيخصو الطحين مزيان كيخصو الطحين بزاف، ملي كيكون صغير راكو عارفين. نخلطوا الخليط ديالنا مزيان تيتجانس لينا. ها نتوما البنات انا درت جوج كيسان كافيين. في الاول درت نص وزدت النص الاخر، يعني جوج كيسان هما هادوك. ما كتجيش قاصحه وما كتجيش جاريه بزاف، تقريبا بحال الكيكه وصافي، كيكه عاديه. هانتوما البنات القوام ديالها كي كيجي. كنزيدو في التالي معلقه ديال الخل باش تجينا الكيكه مهويه. هذا هو السر اللي كيديروه
تجي الكيكه مهويه. هو ديك المعلقه ديال الخل. هاد المره تاني غادي نطلب السماحه من ام حمات، الله يسمح لي منكم. وهذا الفيديو درت كذلك للمبتدئات اللي كيتعلموا، كاملين مازالين كنتعلموا، غير هو شي كيتعلم من شي. الانسان خاصو يصغر راسو باش يتعلم، اما الا كان الانسان كيقول انا معلم انا معلم، راه ما غادي يتعلم حتى حاجه. المهم كناخذوا المقيله ديالنا وكندهنوا لها الجوانب بالزيت وكنرشوهم بشويه الطحين، وكنصاوبوا التفيفيحه ديالنا بهذا الشكل هذا. يا اما ديروها بالقشور يا اما تحيدوا لها القشور، كيف كيف. غير هو اللي عنده الوليدات من الاحسن يحيد لها القشور، حيت داك القشور كيبقى شويه قاصح، من الاحسن نحيدو. كناخذوا واحد المعلقه ديال السكر سنيده، كنزيدوا فيها واحد المعلقه ديال القرفه. هذا هو واحد السر، هذا السر هذا كيجي خطير في الاخر في هذه الكيكه هذه. كتطلع ديك الريحه ديال القرفه ما شاء الله مع التفاح، كتجي واعره. كنصحكم تجربوها. واحد المذاق وواحد الرائحه ما شاء الله. كنوزعوه على هاد نعود ورق الطبخ. هذا ضروري خصكم ديروا ورق الطبخ تفاديا باش ما تلصقش لكم على المقله، من الاحسن. كنوزعوه هنا كامل. الاخر الكيكه كتخرج بحال دايرين لها الكراميل. ومن بعد غادي نستفوا التفاح ديالنا في المقله بهذا الشكل هذا. قطعوا التفاح رقيق، هانتوما البنات، وزعوه على المقله ديالكم كامله. شوفوا ما شاء الله بهذه الطريقه هذه. ونزيدو نرشو شويه ديال السنيده وشويه ديال القرفه على داك التفاح باش يتكرمل لنا مزيان، تكرمل. وغادي نخويو الخليط ديالنا، راه غادي توزع الراس على على داك التفاح بلا ما نحتاجو نوزعوه حنا. هانتوما البنات بهذه الطريقه هذه. نتمنى تقبلوا عليا على هذا الشرح هذا. راه اي حاجه درتيها في دارك وكتعرفي المقادير اللي درتي فيها، راه كتاكليها وبالك مرتاح. هانتوما وكنحطوها على بوطه اللي تكون خفيفه، كتكون بوطه ناقصه بزاف، وغادي تحطوه عليها. غادي نجيبو شي غلاقه ونحط بحال هذه، شي غلاقه شي طبسيل، المهم شي حاجه اللي تغطي بها هاد المقله ديالك. ولا الا كانت عندك ديك المقله اللي فيها الغلاقه ديريها. انا درت هاد الغلاقه ديال البرمه. ومره يا البنات نبقاو نحلو عليها ونبقاو نمسحو داك الاخر، داك الندى اللي كيطلع في داك البخار اللي كيطلع في الغلاقه. مره نبقاو نمسحوه باش ما يقطرش علينا على الكيكه ديالنا. شوفوا تبارك الله ما شاء الله بدات كتطلع، كدير الفقاعات. هذاك يعني راه ناجحه تبارك الله وصل على النبي. هانتوما يا البنات غير تشوفوها كتحمر من الجناب طلعوا عليها، ماشي بحال الفران، ماشي بحال الكيكه ديال الفران غادي تخسر لكم ولا غادي تهبط. هانتوما البنات راه ما باينش بزاف، غير تشوفوها تحمرات من الجناب ويبسات من الفوق، ما بقاتش كتلصق لكم في اليدين. غتقلبوها، غتجيبوها عاوتاني ورق الطبخ ديروه على الوجه ديالها. شوفوا البنات راه محمره من الجناب. كتجي هاد الكيكه كتجي خطيره خطيره، مذاق يا سلام. هانتوما البنات تجيبوا ورق الطبخ وديروه على الفوق باش تقلبوه، باش ما يتلصقش معكم عاوتاني. غديروا شي طبسيل ولا شي حاجه وتقلبوا عليه، ومن بعد تردوها في المقله.
كنتمنى تقبلوا عليا على الشرح ديالي وصافي. مازال كنتعلم ومازال. هانتوما البنات قلبتها هنا وغادي نردها في المقله ديالي. هانتوما رديتها هنا بكل سهوله، ما كتاخذش صعوبه بزاف. ومن بعد البنات نخليوها واحد 10 دقائق هكا، وديك الساعه نحيدوها حيت كتكون طابت، خصها غير تحمر من التحت وصافي. شوفوا لي البنات، شوفوا لي تبارك الله وما شاء الله. وهذا ورق الطبخ كيتحيد بكل سهوله. شوفوا لي البنات تبارك الله على اللوين، والمذاق ما نعاودش لكم. غنقسم معكم باش تشوفوا واحد الطرف. كنتمنى تدعموني بواحد لايك والاشتراك فضلا وليس امرا، غير باش تشجعوني. شوفوا كي كتجي رطبه وخفيفه. انا عاد قسمتها معكم وهي سخونه، خصكم تخليوها حتى تبرد تماما عاد تقسموها. شوف ما معجنه ما والو، تبارك الله وما شاء الله. المهم جربوها على حسابي، كتجي خطيره خطيره. كنتمنى تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شوفوا يا البنات تبارك الله وصل عندي. مهم خليتكم على خير.